كده هو كده. انا تعبان، انا عايز اشتغل مش عايز اشحت. ايه يا بابا مش انت ده؟ انا تعبان، انا راجل فنان. انا عاوز اشتغل مش عاوز اشتغل. انهيار وانفعال الفنان فادي خفاجة في بث مباشر على التيك توك بيتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اللي عمله. فادي خفاجة من اشهر اعماله اللي اتعرف بيها وهو صغير هي شخصية شرف الدين في مسلسل يوميات ونيس، وبعدها شارك في مسلسلات وافلام بادوار سنوية بشكل متقطع، لكن اللي كان موجود فيه وبشكل مستمر هو المسرح. فادي كان بيشارك متابعيه دايما انه بيحب التمثيل، بس ما كانش فيه فرص شغل بتجيب، وده كان سبب تواجده على التيك توك بعد ما نصحه واحد من صحابه انه بكده هيفضل متواصل مع الجمهور. فضل فادي ينزل فيديوهات وهو بيمثل على مقاطع من افلام، وان انتهى بيه الحال انه يدخل جولات فيديوهات على تطبيق تيك توك عشان يكسب فلوس وهدايا. انا فنان فنان، انا فنان واحصروني. ودكتور اشرف زكي بقول لحضرتك على حاجه، انت بتركب حق. لحد ما شارك فادي لايف وانهار وقال الفاظ بذيئه وسب الدين، اتكلم بشكل غير لائق عن ربنا، واستمر في شتيمه متابعيه، وان عاوز اداره التيك توك يحذروه لانه مش لاقي شغل وشايف ان ده مش مكانه ومكانه هو التمثيل. وقال اضطريت ان ادخل جولات على تيك توك لاني مش لاقي شغل. الفنانة وفاء عامر حاولت كتير تجيبني معاها في أعمال فنية لكن مفيش فايدة. محدش هيهاجم وفاء عامر أو غيرها لأننا بنطلع على تيك توك ومحدش عارف ظروفنا إيه، وأي حد هيتريق هعرفه شغلي. وكمل وقال إنه حزين على مكانه اللي وصله دلوقتي وإن ده مش مكانه بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية بتقدير جيد جدا. وقال المفروض إن أقل حقوقي إن أشتغل وما أكونش قاعد في البيت. وعاتب بشكل مباشر الفنان أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية، وقال أنت راكبك حق. وفي اللايف اخوه اتصل بيه عشان يقفل ويسكت، لكن تعدى على اخوه بالالفاظ وقال له انت اخويا دفعتني بايه؟ ده انت مش عارف تدفع تستعرض. بس بعد هجوم كبير من الجمهور وتصدره الترند فادي مسح اللايف. انا مش غلطان وبعتذر لاي واحد في اللايف ده لو كسر عيني، لو كاسر عيني هسكت. لما انت ولا اللي خلقك ولا اللي طرقك تكسر عيني. وقال بعد كده مين ما عندوش اخطاء، واجدع واحد في اللايف هنا لو قعد ثانيه مع نفسه هتلاقي نفسه مليان اخطاء. واقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني، البني ادم الوحيد اللي منتظر يقف جنبي هو اللي طعني بضعفي. مهما قالوا ما اتكلمش انا هتكلم، لان قال لي حاول نشتغل ومفيش فايده، انا قاعد في البيت من غير شغل. بعد كده عبر فادي عن ندمه خلال مداخله هاتفيه له مع الاعلامي تامر امين في برنامج اخر النهار. قال انا كنت في لحظه ضعف، وقبل ما اكون فنان انا انسان، ولو رجع بيا الزمن مش هعمل ده تاني. فادي زيه زي فنانين كتير في الوسط الفني بيشتكوا من قله الشغل، ودي بقت ازمه عامه عند ناس كتير منهمش مهنه غير التمثيل، ولما ما بيتعرضش عليهم شغل بيعانوا من ازمات كتير.